من هنا بقى ورايح مش هنرمي قشره البطيخ خالص. تعالوا اوريكم هنعمل بيها ايه، وانا واثقه ان انا هبهركم. اول حاجه بقى هنجيب شريحه البطيخ بتاعتنا ونقطعها كده بالشكل ده وبالراحه لانها بتكون شديده ومش بتتقطع بسهوله، ونكمل بقى على كده كله بنفس الطريقه. بعد كده بقى نجيب الحته اللي قطعناها ونروح شايلين بقى من ورا كده ايه الحته الخضراء دي خالص ونرميها. احنا هنستخدم الحته دي بس، انا حسيت انها كبيره رحت قطعتها 2، بس انتوا براحتكم، هي كده تنفع وكده تنفع. هنعمل بقى كل الكميه اللي عندنا بالشكل ده ونشيل القشره من كل الكميه اللي عندنا، وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيهم ايه. نجيب بقى كل اللي عملناه في علبه بلاستيك ونحط عليها سكر ونقفلها لمده 4 ساعات في التلاجة. بعد ما سيبناها 4 ساعات في التلاجة تعالوا بقى نشوف النتيجه. بصوا الميه اللي عملتها دي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد كده العلبه دي زي ما هي نحطها في حاجه على النار ونسيبها تغلي لمده 10 دقايق. حله بقى نحطها على البوتاجاز وننزل فيها بقى بالبطيخ بالميه بتاعته اللي كانت في العلبه، ونقلب كده قلبتين ونسيبها على النار لمده 10 دقايق. بعد كده بقى اهم حاجه بقى بعد ما يغلي لمده 10 دقايق، اهم حاجه الخطوه دي، نجيبه بقى على مناديل وننشفه كويس قوي. نفرد واحده واحده كده وننشفها. بصوا اصلا شكله انا متشوقه ويعني مبهوره من دلوقتي. يا جماعه ملاحظين ان وصفاتي يعني الحمد لله الحمد لله بتنجح وبتبهركم. هنرص كل اللي نشفناه في صينيه وندخلها الفرن. ده بقى شكلها بعد ما احنا رصيناها في الصينيه كلها. هندخل بقى على الفرن. نسيبها قد ايه بصراحه مش عارفه، بحس ان كل فرن حسب عند كل واحد ايه. يعني انا مثلا ساعه الرول اب عملتها ومفروض كانت تاخد 4 ساعات في الفرن، هي بعد نص ساعه اتحرقت. فدي هستنى لما اشوف هتاخد قد ايه عندي وبعد كده هقول لكم خدت قد ايه بالظبط. بس هو المفروض انها تاخد على درجه حراره 150 لمده ساعتين. يلا بينا. بعد بقى ما تطلع من الفرن بنجيب ملح ليمون وسكر. انا جربت كده كام واحده طلعوا شكلهم تحفه. بصوا كده شكلها عامل ازاي، خطير. لسه ما دوتش بصراحه، مستنيها تبرد، ولكن احنا هنعملهم كلهم دلوقتي بالسكر وملح الليمون. نحط الكميه كلها بتاعتنا هنا. بصوا شكلها عاجبني قوي. بصوا دي عملتها واحده قلت اجربها بدات تبرد. قولوا لي بتحبوا انهي في الصيف اكتر، البطيخ ولا المانجا؟ اهو بعد ما عملنا الكميه كلها اهو. بصوا شكلها حلو ازاي، زي بالظبط اللي بنجيبها من بره. ربنا يستر بقى من الطعم. تعالوا بقى ندوق واحده كده ونشوف هتقول ايه. لا حلوه جدا يا جماعه ونجحت جدا، هتعجبكم قوي. بس انا على ما اعتقد ان انا كترت ملح الليمون، فانتوا قللوه شويه عن كده، يعني حطوا كميه السكر اكتر. قلتولي عايزين نجرب ايه تاني؟